مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. النهاردة الفيديو بتاعنا عن كيفية تركيب ترس الفولام بالطريقة الصحيحة. زي ما احنا اتعودنا وتربينا على العربيات البيجو، عارفين ان احنا الترس البيجو بيشتغل على الناحيتين. انا عندي نص مثلا اتاكل نص الترس، من السهل ان انا احل وانطر البلاطة، انطر الترس والف واقفل، بيشتغل معايا على الناحيتين 100 فل 14. لكن مجمل العربيات الحديث الموضوع ده اختلف كلية الاختلاف. معظم العربيات الانجكشن تحديدا بتشتغل على جنب واحد. دليل على ذلك نموذج النهارده معايا. العربية دي جاية من عند زميل ميكانيكي، والفيديو ده تحديدا ليه هو. الترس كان نصه متاكل، فهو مشكورا حب يوفر للزبون فجلبه، بس ما يعرفش ان في عائق هنا. العائق ده تسبب في كسر زهراية المارش. ايه هو العائق؟ ادي الترس البديل اللي هيركب. انا عندي الترس ليه مكان يركب فيه ومكان غلط، بيركب على ناحية واحدة فقط لا غير. الدليل اللي هو ان الترس في ناحية مشطوفة. الناحية المشطوفة دي ليه؟ عشان تدي سهولة لترس البندكس انه يعشق معايا. لكن الناحية التانية هي بتفرق حاجات بسيطة لا تذكر، بس هي بتفرق مع ترس البندكس لما بيكون ناتر من مكانه. ترس البندكس لما بيطلع ما بيعشقش هنا بسهولة، لان هنا ما فيش شطفية، بالتالي هيصط وهيعشق اجباري بالخلوص اللي معايا في المبينة. انا معايا هنا خلوص في المبينة، في الجلة هنا مفيش جلبة هنا الا وما فيها خلوص حتى ملي. الخلوص ده بيساعد المارش انه ينطر لفوق ويركب اجباري في الناحية اللي هي مش مشطوفة، فبالتالي بيضغط على الزهراية، بيعمل نظام زرجنة للزهراية، لأنه هو معشق إجباري من الناحية اللي هي نوعا ما أدخن بحاجة بسيطة اللي ما فيهاش شطفية، فبالتالي بيزرجن الجلة بتضرب من جنابها. ما فيش حل تاني، ما لهاش حل تاني غير إنها تتكسر. تمام. أدي الشطف بتاع الترس، في ناحية مشطوفة وناحية صم. دي ناحية صم اهي، ما فيهاش تكحيل شطف. دي مكحلة بالشطف، زي كحل العين، زي زاوية العين من ورا، فيها تكحيل شطف فحر، بيدي سهولة للبندكس انه يعشق. تمام. حاجة تانية اضافية حابب برضو انوه عليها عشان خاطر اللي معمول عشان الفيديو ده يستفاد، ان ترس البندكس، ترس الفولام اسف، ما بيركبش زرجنة فقط لا غير. لاني انا من وضع السكون البارد، لما انا انزله زرجنة في البلاطة بتاعتي كده، انا اديته ايحاء انه ايه، يوسع معايا، انه ياكل الرايش اللي هو شغال عليه الفولام. الفولام اساسا الصلب بتاعه شغال بالتسخين، مش صلب جزاز. لو صلب جزاز يطج مع التسخين، لكن صلب ترس الفولام، معدن ترس الفولام معايا بيتفاعل معايا بالحرارة. المفروض ترس الفولام قبل ما بيركب في البلاطة بيتسخن، يتمدد معايا، يفتح. اثناء ما انت بتسخنه ما بتعش الشاكوش معاك ينزل، هتلاقيه نزل بانسيابية خالص. بعد ما بينزل وبتظبط الحواف بتاعته على السوكة بتاعت البلاطة، بيكون في ايدك جزازة مية تطفي في نفس التوقيت. اول ما بتطفي في نفس التوقيت بيحصل عملية ضم للترس. لما تيجي تنطر الترس تاني هتنطره بأجنة وشاكوش. لما تيجي بعد ما تطفي الترس مباشرة مش هتقدر تطلعه بايدك، هتطلعه بأجنة وشاكوش. كده احنا نطلع الترس من النار. على فكرة من شوية كان مجمهر هو، بس انا طبقت في ان انا اطلع الترس. خلي شوية.
كده جاهز للتكفيل. ما تنساش تركب الحتة المشطوفة بره. شوف كده نزل مرتاح خالص بيلفها، واخد بالك؟ مرتاح خالص بيلفها وواسع. بعد كده تطلعه بعجنة كده عشان يطلع اهو، شايل منه اهو. استحالة من رابع المستحيلات انه يطلع بيدك، لازم يطلع بعجنة وشاكوش. تمام. يا رب يكون اللي معمول عشان الفيديو ده استفاد ووصلت الرسالة. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين. دور بطل ودور تاني. دور